بما ان النهارده مفيش فيه طبيخ فده احلى يوم بالنسبه لي. كالعاده بعد ما الولاد بيصحوا بحضر لهم اللانش بوكس، لازم اعمل لهم حاجه يغيروا بيها ريقهم، زي مثلا تفاحيه، برتقانيه، كوبايه شاي بلبن، 3 تمرات، يعني اي حاجه موجوده عندك. المهم ان هم ياكلوا حاجه قبل ما ينزلوا علشان عقلهم يشتغل ويدي اوردر للمعده ان في حاجه دخلت، فيبدا الجسم ان هو يتنشط، ما يبقاش فيه خمول. واقفه كده مع نفسي لمده 3 دقايق وقلت لا، انا هبقى زي الامهات النشيطه اللي بتنزل ولادها المدرسه وتخلص اللي وراها. شغلت قران، ولعت بخور، وحضرت فطار، جبنه قريش بس هي حاره جدا، حطيت عليها معلقه طحينه بيضه عشان تهدي الدنيا، وقطعت عليها طماطمايه، وعملت كوبايه كبيره نسكافيه علشان افوق بقى وابدا يومي. وبالنسبه للاباجوره اللي انت سالتوني عليها، هي تحفه يا بنات، فيها 3 اضاءات، معرفش سعرها كام عشان كانت واحده صاحبتي جايباها لي هديه، بس هي عمليه جدا وبتتشحن، مفيش بطاريه مفيش حجاره، بتتشحن بالشحن اللي هو التايب سي العادي. انتوا عايزين تجيبوها هاتوها، هي حلوه قوي وعمليه، وعلى فكره اضاءاتها قويه جدا. انا بس هنا ما كنتش شحناها، بس هتلاقوها في فيديوهات تانية منوره نور قوي. المهم انا اخدت الفطار بتاعي ورحت فطرت قدام الكرتون زي ما انتوا عارفين. ونمت بقى، نمت على الكنبه، ما حسيتش بنفسي اقسم بالله غير لما قمت في الميعاد اللي الولاد فيه رجعوا برضو من المدرسه. فقمت عملت قهوه بقى علشان افوق بقى، خلاص ما عادش فيها نوم، ونكتب واجب المدرسه وواجب الدرس قصدي. قررت ان انا مش هقف مع نفسي تاني لان ده غلط على صحتي، انا ما بعرفش اصحى بدري اخلص اللي ورايا، انا بصحى في الميعاد اللي الولاد بيجوا فيه من المدرسه. وعلى فكره نسكافيه اللي هو 3 في 1 ده ما بيفوقش ولا بيعمل اي حاجه. بناشد بقى الشركات بتاعه مساحيق الغسيل وكده، زي ما عملتوا مزيل لبقع السجاد، ومزيل لبقع المفارش، ومزيل لبقع الهدوم اللي هي المفروض فانش تمام. ليه بقى ما بتعملوش مزيل لبقعه الحبر او مزيل لبقعه الفلوماستر؟ يعني حاجه تكون مخصصه للموضوع ده. انا جربت كلور الالوان والاسيتون ومعجون السنان، مفيش فايده. خلاص يأست، فقدت الامل، قلت مع تكرار الغسيل يمكن البقعه تخف. لميت بقى الكوبايات اللي كانت في الصاله سريعا كده وكنستها، وبعدين طلبت اوردر المحشي اللي انا بطلبه كل شهر بعد 10 سنين من المحاولات الفاشله في صناعه المحشي. يا اما بيفك مني يا اما طعمه بيطلع وحش قوي، وطبعا بيترمى ومحدش بيبقى مرضي، وبهدر مكونات في الفاضي. خلاص بقى استسلمت للامر الواقع، ولقيت بالصدفه واحده حبيبتي كده من دمياط بتعمله في البيت، يعني عمايل بيتي تحفه ومفيش فيه ولا غلطه. حسبتها لقيتها نفس التكلفه تقريبا، يعني قريبه خالص. اقسم بالله من حلاوته بيبقى فعلا مش محتاج ان في حاجه تتاكل جنبه. انا يحسن ما بين ايديها بجد، هي في الطبيخ وفي الاكلير، عشان هو ده بس اللي انا جربته. تحفه تحفه، وشكل الحلويات عندها تفتح النفس. المهم انا نزلت عشان اجيب لاختي هديه عيد ميلادها، وعديت على محل جبت منه حلق استانلس، كان عنده تشكيله خواتم عجباني وعلى ذوقي، بس ما جبتش غير الحلق بس. ده كان من ستر ربنا. ليه بقى؟ لان اليوم اللي جبت فيه الحلق يا دوب لبسته اول يوم، تاني يوم غير فرده وفرده، فرده بقت ذهبي وزي ما